ازيكم؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن افضل انواع الكلاب للحراسة الشخصية، ودي غالبا الانواع اللي بتاخد اوامر من صاحبها وبتكون درجة الطاعة عندها عالية، وغالبا ما بتاخدش قراراتها لوحدها، وبتكون طبيعتهم التعلق بصاحبهم وعايزين يبقوا معاه طول الوقت. لكن النهاردة هنتكلم عن انواع كلاب حراسة برضه، ولكنها عنيدة، شخصيتها مستقلة، بتحب صاحبها ولكنها بتقدر تاخد قراراتها بنفسها وقت الإحساس بالخطر ووقت اللزوم، ومش شرط إنها عايزة تبقى معاك طول الوقت. وغالبا أنواع الكلاب دي تقدر تسيبها لوحدها لو عندك حتة أرض كبيرة أو فيلا وانت مش موجود طول الوقت وعايز تتأكد إن محدش هيدخلها. يلا بينا نبتدي. رقم 10، البول بويل، كلب ماستيف من جنوب أفريقيا، كان بيتم استخدامه في حماية القبائل الأفريقية من الحياة البرية زي الأسود والضباع، فلك أن تتخيل قوة وشجاعة الكلب ده. رقم 9، التبتان ماستيف، كلب صيني ضخم جدا وشرس، بينحدر من إقليم التبت في الصين، تم استخدامه في حراسة المعابد الدينية هناك. رقم 8، البولدوج الأمريكي، كلب ضخم جدا وعضلي، بيتميز بقوة عضته وطبعه الشرس المسيطر، بيتم استخدامه في المزارع. رقم 7، البريسا كاناريو، كلب حراسة وصيد أسباني، بيتميز بشراسته وقوته الجسدية، طبعه عنيد وحذر جدا طول الوقت، بيتم استخدامه في الحقول. رقم 6، الجريت برنيس، كلب حراسة وراعي فرنساوي، بيتميز بشجاعته وثقته في نفسه، بيستحمل العيشة في المناطق الجبلية الساقعة. رقم 5، الكنجال التركي، كلب راعي وحراسة، أقوى كلب في العالم من الناحية الجسدية، كلب شجاع جدا وشرس ومنتبه طول الوقت، بيتم استخدامه في الجبال. رقم 4، البيتبول الأمريكي، كلب عضلي وقوي جدا جسديا، بالرغم من حجمه الصغير حركته سريعة ومبيخافش من أي حاجة مهما كانت حجمها، بيتم استخدامه في حراسة الحدائق الخلفية للبيوت. رقم 3، الدوجو أرجنتينو، كلب حراسة وصيد أرجنتيني، من أقوى وأشرس أنواع الكلاب في العالم، خصوصا تجاه الحيوانات التانية، بيقدر يصطاد خنازير برية في جماعات وبيتم استخدامه في الغابات والمناطق الشجرية. رقم 2، الألاباي، كلب حراسة وراعي تركي، ضخم وقوي جدا جسديا، بيقدر انه يتكفل بنفس الدفاع عن منطقة ضد الذئاب، وده يديلك فكرة عن مدى قوة وشجاعة النوع ده، بيتم استخدامه في المناطق الجبلية والصحراوية والثلجية. رقم 1، الأوف شاركا أو الكلب القوقازي الروسي، من أشرس أنواع الكلاب في العالم وأقواها، مفيش خوف في قلبه من أي إنسان أو حيوان، فروته كثيفة جدا بتحميه من أي هجوم من حيوانات مفترسة، بيدافع عن منطقته البسالة، بيتم استخدامه في المناطق الثلجية. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.